السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في القناه ديالي، قناه بيتي بكوثر. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم واحد الفيديو عاوتاني ساهل مال وخفيف وظريف. جبت لكم واحد الافكار. انا عارفه ان كاع البنات تبارك الله حادقات وكيعرفوا يديروا شي كامل، ولكن مره تنبغيو هكا نشاركوا مع بعضياتنا، وبعض المرات كنبغيو نديروا شي حاجه هكا وكندخلوا اليوتيوب كيعطيونا افكار. يعني انا عارفه تبارك الله عليكم كلكم عارفين هادشي. المهم البنات، اليوم جبت لكم 3 ديال السلطات ساهلين ماهلين، عرفتي داكشي ديال المعكازات ديال بصح ولكن مهمين زعما، مفيدين لينا وكيشبعوا. مثلا تقدروا تاكلوا غير بوحدهم بلا حتى شي حاجه. المهم البنات، الا بغيتوا تعرفوا خليكم معايا ومرحبا بكم. وما تنساوش البنات، الى عجبكم الفيديو طبعا ديروا لي شي جيم وشي كلمه زوينه، وقولوا لي الافكار اللي بغيتو نبقى نشاركها معكم. انا قررت ان شاء الله نبقى نشارك معكم كل شيء. راكم عارفين البنات، الظروف شويه القناه كنوقعوا فيها شي مشاكل وداكشي علاش. المهم البنات، انا جيت كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا يعني بالبارطاج وبالجيم وداكشي اللي كيعجبكم وكيعجبني، لانني فريمون كنتعذب في التصوير وفي المونتاج. راكم عارفين كاين وليدات وكاين مسؤوليه. المهم البنات، ما نطولش عليكم في الهضره. انا بغيت غير نقول لكم هاد الكلمات قبل ما تبدا الفيديو صافي. المهم البنات، مرحبا بكم. فالسلطه الاولى سهله عرفتي ومشبعه عرفتي وزوينه، سورتو دابا الصيف. انت مغيوه كتشي شلاضه اللي تكون منعشه. كنحتاجو فيها بطاطا اللي انا كنفورها، ما كنشي ماشي كنسلقها، تنفورها. والحامض، الا كان حامض طبيعي طبعا تيبقى احسن. ومهم انا هادشي اللي درت، يمكن لكم ديروا نتوما شي حاجه اخرى. درت كاشير محكوك وبيض مسلوق محكوك والفرماج محكوك حتى هو، بصله، المعدنوس او القزبور والملحه والابزار ومايونيز والطون. هانتوما البنات، ديجا راه فيديو كيوضح راسو، ولكن قلت نقول لكم هادشي. بالنسبه للبطاطا كي قلت لكم انا راني كنفورها ماشي كنسلقها. ديجا راه في هذا الفيديو نوريكم الطريقه اللي كندير باش نفور، يعني سهله، يعني غير هي قلت نشاركها معكم وصافي. المهم بعد ما البطاطا ديالي كتبرد كندير داك الخليط اللي قلت لكم كامل في بول، ولا المهم فين ما بغيتو ديروه، وكتخلطوا كلشي. يعني داكشي الخليط كامل كيتخلط، فهمتوا؟ يعني ماشي ديروا حاجه بحاجه، ولا كلشي كتخلطوه في خطره مع الحامض صافي. هذه هي الشلاضه. شوفوا البنات شحال سهله وشحال لذيذه، عرفتي راه ما تصوروش. يعني زعما المذاق ديالها زوين بزاف. ومن الفوق تزيدوا هكا شويه الفرماج وشويه زعما هكا مثلا شي بيضه اخرى مسلوقه. حكوها. مثلا انا درت 2 بيضات في هذا الخليط، يعني ما كان كندير قد بطاطا قد البيض، ما ديروش مثلا. وكيبقى داكشي على حسب الاذواق. انا عطيتكم هي فكره وصافي. صافي البنات، كانت هذه الشلاضه ديالي. شوفوا البنات، عرفتي كتحمق عرفتي، وحتى في المذاق ديالها زوينه بزاف ومشبعه ومنعشه بالنسبه لهكا الصيف. مثلا الواحد ما تيبغيش يغلق ولا يقدر مثلا يتعشى بها. الله اكبر. كان الاذان داكشي علاش حبست المونتاج. المهم البنات، ندوزو للشلاضه الثانيه. هذه تنحتاج فيها بطاطا وخيزو. هذه الطريقه اللي قلت لكم انا كنفور بها. كندير زلافه وكندير الحامض وكندير داك ماش كيقولوا له كسكاس وكندير داك الكسكاس ديالي. المهم انا الطاوه مخليها غير التفوار اكثريه. الصراحه باش ما تكحلياش كندير طرف الحامض، عرفتي فريمون هذه الطريقه زوينه بزاف. وصافي راه 2 دقائق غير في التفور، وتيبقى احسن من انك تسلقي الخضره ديالك زعما في شلاضه. وكنحتاج بصله مقطعه صغيره والفلفله حاره والبعدنوس او القزبور مربع والملحه والابزار والحامض. صافي البنات، هادشي اللي كنحتاج. وفلفله من الاحسن تكون حاره، ولا ما كتعجبكمش الحار نقول لكم ديروا فلفله عاديه، هي كتعطي واحد المنظر زوين. صافي البنات، كنخلط داكشي كامل كي قلت لكم، ملحه والابزار والبصله والفلفله والمعدنوس او القزبور او بجوجهم. كتخلطوا داكشي مزيان. ومن بعد ما داكشي ديالنا كيتفور، كنكبوا عليه شويه الماء بارد باش يبرد، وكنخلي حتى الخليط يبرد على خاطرو، عاد كنخلط كلشي. فهمتوا؟ باش ما يتعجن ليكمش. هانتوما البنات، ما تسلق لي هادشي تفور اعتذر. هانتوما شوفوا كيفاش جا.
طبعا كيبقى الحاجه مفوره احسن 100 مره من الحاجه مسلوقه. صافي البنات، هنا بعد ما خلطت الخليط شوفوها نتوما كيفاش كيجي. كنخليو شويه يستجمع القوه ديالو. وعاد كندير في طبق تقديم. ها هو البنات كيفاش كيجي، عرفتي هاد الشلاضه واعره حتى هي، عرفتي فريمون سيرتو داك الحار وداك المدنوس والبصله زوينه وصيفيه. يعني بالنسبه لهكا البنات في الصيف ما تيقدرش ياكل بزاف، ما تيقدرش ياكل الماكله يعني هكا سخونه وداك الشيء. هذه شلاضه يعني مشبعه و ميم طون مفيده وعطيه العين. المهم البنات يا بغيتو مثلا تزيدوا شي اضافه ولا كنكون تزيدوا شي زيتون هكا ولا شي حاجه، ولكن من الاحسن تاخذوها غير هكا. صافي البنات، هذه الشلاضه الثانيه ديالي. عرفتي راه كنعطيكم وصفات ساهلين ماهلين ديال البنادم، يعني الناس الواحد خصو يقلب على حاجه سهله و ميم طون الحاجه المفيده. انا هادشي اللي تنقول، ما نعرف تتقولوا لي واش نتوما بحالي ولا لا. صافي البنات، انا وليت كنصور لكم داكشي يعني مثقل باش ما تقوليش انا كنسربي. صافي البنات، بالنسبه للسلطه بالنسبه للشلاضه الثالثه، هذه عرفتي فريمون ساهله. كاع دوك الشلايض اللي كيبقى لكم هكا من الاسبوع، ما ترميوهمش، خليو كل حاجه منها شويه وعاد زيدوا شي حاجه. مثلا انا زدت الروز وميس والطون وزدت ديك المقارونيه وزدت خيزو. اما داكشي الاخر راه كان عندي ديجا. بالنسبه لهاد الشلاضه ديجا شاركتها مع البنات في انستغرام. كنتمنى انكم تزوروني في انستغرام البنات، راه نخليكم في اول تعليق مثبت. وهذه شلاضه الروز راه معروفه، وخيزو محكوك ما كنديرلو حتى شي حاجه. وهاد الشلاضه هذه نسلق المقارونيه وكندير ليها الابزار والملحه وشويه د المايونيز وشويش ديال الخل وكنحركها. وهذه خلاص الشلاضه اللي ديجا شاركت معكم ديال البطاطا والبيض. والتزيين درت الطون ودرت الفرماج محكوك، درت هكا فرماج محكوك وفرماج عادي مربع. صافي البنات، هذه الشلاضات اللي كاينين حاليا. وبالنسبه للدراسات كل واحد كيفاش كيبغي يشوف داكشي. انا المهم درت له بحال هكا، ولا بغيتو نتوما ديروا شي طريقه اخرى نقولكم ديروها، انا عطيتكم فكره وصافي. صافي البنات، بالنسبه للدريساج كي قلت لكم انا تندير بحال هكا. بالنسبه لهاد شلاضه الرز راها معروفه البنات، ما بغيتش نشاركها معكم حتى هي. كديروا الرز مسلوق ومن بعد كديروا الطون ومن بعد كديروا الملحه والابزار والميس والطون صافي، وكتجمعوا بمايونيز. يعني راه ساهله. هذه خلاص راه قديمه. وخلاص هذه المقارونيه بصراحه مقارونيه صغيره كتجي احسن، ولكن المهم هذه اللي كانت عندي حاليا. وهاد الشلاضه ديجا شاركتها مع البنات في انستغرام. دابا تلقاوها ديجا عندي مازال تما. وصافي هذه الشلاضه خلاص اللي ديجا وريتها لكم ديال الطون بليطو ديال البطاطا ما تديوش عليا، ديال البطاطا والبيض. صافي وكنزوق هكا بخيزو محكوك في جنيبات. عرفتي راه كنت كنسربي كنمشى الحال وبديت حتى تنسربي كي كتشوفوا راني كنطير. ايوا صافي وكنزوقها بالطون والفرماج من الفوق. المهم البنات كتبقى طبعا الطريقه ديال التقديم كل وحده كيفاش كدير ليها. يمكن لك تحكي حتى كاشير، يمكن لك تزيدي شي حاجه اخرى اللي كتبغيها. انا عطيتكم هي افكار وصافي. يعني بزاف المرات كنكونوا هكا دايخين كنبغيو شي حاجه سهله وكنقلبوا في يوتيوب. المهم انا عطيتكم فكره وكنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم واستفدتوا منه شي حاجه واخا تكون غير قليله. المهم البنات هذه الشلاضه ديالي شلاضه جرده، ولكن ماشي شي جرده، ديك الجريطه ديال دوك البيلات الصغيورين. المهم البنات، هذا هو الفيديو ديالي. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم ومرحبا بكم والى اللقاء.